عبد المنعم كوستو. الحلقة الثالثة: كيفاش زادت الشمس والنظام الشمسي. وسط مليارات النجوم اللي في الكون كاينه نجمة وحدة غيرات كلشي بالنسبة لينا: الشمس. ولكن كيفاش تزاد هاد النجم، ومنين جاو الكواكب اللي كيدوروا بها، وكيفاش ولات الارض المكان الوحيد اللي كنعرفوا فيه الحياة. اليوم غادي نسافروا 4 مليار و 600 مليون عام للوراء باش نرجعوا للحظة اللي بدا فيها النظام الشمسي. كان قبل ما تكون الشمس، اللي كان هو سحابة عملاقة من الغاز والغبار كتسبح وسط الفضاء. هاد السحابة كانت مكونة أساسا من الهيدروجين والهيليوم وبقايا نجوم قديمة انفجرت قبل ملايير السنين. يعني حتى النظام الشمسي تولد من رماد نجوم ماتت قبله بوقت كبير بزاف. ومع مرور الوقت بدات الجاذبية كتجمع هاد السحابة مع بعضها، وكل ما تزاد الضغط زادت الحرارة أكثر. في وسط هاد السحابة بدات كتشكل واحد الكرة ملتهبة ضخمة كبيرة بزاف. هكا كانت بداية نجم الشمس. في لحظة معينة بدا الاندماج النووي كيطرى وسطها واشتعلت أول مرة. ومن هاد اللحظة ولات الشمس كتلقى الطاقة اللي غادي تبقى تغذي النظام الشمسي لمليارات السنين. ولكن الشمس ما خداتش كل المادة اللي كانت في السحابة. هذيك البقايا بدات كتدور حول الشمس على شكل قرص عملاق من الغبار ومن الغاز. ومع مرور ملايين السنين بدات الجزيئات الصغيرة كتضرب في بعضياتها وكتلتصق وكتكبر تدريجيا بشوية حتى تشكلات الصخور العملاقة، ومن بعد تشكلات الكواكب اللي كنعرفوا اليوم: عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. وكل كوكب شد طريق مختلف حسب المكان اللي تزاد فيه. ولكن علاش الكواكب مختلفين بزاف على بعضياتهم؟ علاش كاينه كواكب صخريه بحال الارض والمريخ وكواكب عملاقه غازيه بحال المشتري وزحل؟ السبب هو الحراره. فالكواكب القريبه للشمس كانت الحراره فيها مرتفعه بزاف، وهادشي خلى الغازات الخفيفه تختفي. اما الكواكب البعيده بردات اكثر وقدرات تحتفظ بالغازات العملاقه ديالها. ومن بين هاد الكواكب كامله تزاد كوكب صغير مختلف شويه: الارض. في البدايه ما كانتش زرقاء وجميله بحال اليوم، كانتش زوينه بحال كيف هي دابا. كانت عالم جهنمي فيه براكين، نار وصخور منصهره. ولكن مع مرور ملايين السنين برد سطح الارض وتكونات المحيطات، وبدات الظروف المناسبه للحياه كتظهر. الأرض اللي عايشين فيها ما هي إلا نقطة صغيرة وسط نظام شمسي صغير، والنظام الشمسي كامل ما هو إلا جزء صغير من مجرة درب التبانة. ودرب التبانة نفسها ما هي إلا مجرة واحدة وسط مليارات المجرات اللي كاينة في الكون. ومع ذلك في هذه النقطة الصغيرة بزاف ظهرت الحياة: نباتات، حيوانات، محيطات، وكائنات لا حصر لها. ومن بعد ظهر الإنسان. وبدات رحلة فهم الكون. الشمس اللي كتشوف كل نهار عندها قصة عمرها مليارات السنين، والأرض اللي كتمشي فوقها تولدات من نفس الغبار الكوني اللي صنع هاد النجوم وهاد المجرات. والذرات اللي كيشكلوا الجسم ديالك وديالي اليوم تزادوا داخل النجوم عاشت وماتت قبل ما تزاد الأرض. بمعنى آخر احنا أبناء هاد الكون. في الحلقة الجاية غادي نكتشفوا كيفاش زاد القمر وعلاش كيبان لينا دائما بنفس الوجه.
فاذا كنتو كتحبوا اسرار الفضاء ما تغبروش علينا، حنا هادشي كنديروه على قبلكم. شنو اكثر فكره صدماتك او ثارت الاهتمام ديالك؟ اكتبها لي في التعليقات وخلينا نكتشفوها مع بعضياتنا، وما تنساش تبقى معنا باش يوصلك المزيد من اسرار الكون. غادي تكون حلقات واعره في الاسابيع المقبله والاشهر المقبله، كنوعدكم بهادشي، وغادي نكون ممتن بزاف وغادي تفرحني الا درتي لايك وسبسكرايب. شكرا، مع السلامه.